اعمليه في البيت وهيرمي معاكي كميه حلوه جدا، وهيطلع بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. هش كده وكريسبي وطري كمان من جوه. وبجد يا جماعه مش قادره اقول لكم طعمه كان حلو قد ايه. طعمه حلو وريحته حلوه وقوامه كده كان مظبوط، وبجد بقى كان حلو جدا. يلا نعمل ناجتس الشركات في البيت مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، ومكون واحد بس هيرمي معانا كميه حلوه جدا. بصوا الناجتس بتاعنا من جوه عامل ازاي، بجد خطير. اعمليه كمان للولاد وهم رايحين المدرسه، وحطيه لهم كده في اللانش بوكس، هيعجبهم جدا. احلى واوفر واطعم كمان من اللي نجيبه من بره. تعالوا بينا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير. عندي حبتين من البطاطس، قشرتهم وهبدا بقى كده اقطعهم بالشكل ده، وهنزل عليهم بميه مغليه. هاخد الحله بتاعتي بقى وارفعها كده على النار واسيب البطاطس تتسلق. عندنا كمان نص كيلو من البانيه، هقطعه كده قطع صغيره شويه، وهنزل بقى كده بيه في الكبه، وهضربه كويس جدا في الكبه كده. انا عايزاه يكون مفروم ناعم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نعمت البانيه بتاعي كده بالشكل ده. هنجيب بقى طبق وهننزل كده بالبانيه في الطبق. هضيف بقى عليه البطاطس اللي انا بعد ما سلقتها كده هرستها، وهضيف كمان بيضة، معلقتين كبار من الفيجيتار، هنضيف كمان معلقتين كبار من البقسماط، هضيف معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من الملح، عندنا كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة مليانة من النشا، نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وثلاث معالق كبار من الزيت. هقلب بقى المكونات بتاعتي كويس جدا، بس خدوا بالكم ما تضيفوش البطاطس وهي سخنه، خلوها تهدى شويه وبعدين ضيفوها على المكونات. هنا لقيت الخليط ناعم شويه، فزودت له كده معلقه كبيره مليانه من البقسماط الناعم. قلبت بقى المكونات بتاعتي تاني، والخليط بتاعي اتظبط اهو بقى بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بجد يا جماعه مش قادره اقول لكم وصفه سهله وحلوه وطعمها جميل قد ايه. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير. جبت بقى الصينيه بتاعتي وحطيت فيها كده كيس تلاجة، ودهنته كده دهنه بسيطه من الزيت، ونزلت بقى بالخليط بتاعي كده وسويته كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. هجيب بقى السكينه وهبدا كده هقطعه بالطول. قطعيه بقى التقطيعه اللي تريحك. انا قطعته بالطول وبعدين هرجع اقطعه بالعرض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هخلص بقى تقطيع، وهجيب كمان كيس تلاجة، وهغطي بقى الصينيه بتاعتي، وهاخدها بقى ادخلها الفريزر. هتقعد في الفريزر مش اقل من 4 ساعات عشان الناجتس بتاعنا يمسك نفسه كده، ونعرف نطلعه من الصينيه ونحمره. طلعنا خلاص الصينيه بتاعتنا اهي من الفريزر. هنبدا بقى كده نطلع قطع الناجتس بالراحه كده واحنا بنطلعها. كل ما هيقعد في الفريزر ويمسك نفسه كل ما هنعرف نطلعه احسن من الصينيه. طلعت خلاص قطعه الناجتس بتاعتي اهو، ومحضره بقى جنبي طبق فيه بيضه وفيه كمان نص كوبايه من اللبن. عندي كمان طبق فيه دقيق وطبق فيه كريسبي. كريسبي ده بجيبه كده جاهز من عند العطار. خدت قطعه الناجتس نزلت بيها كده في طبق الدقيق، وبعدين طبق البيض واللبن، وبعدين خدتها بقى على طبق الكريسبي بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. هغلفها بقى كويس جدا كده زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين الجمال؟ حلو جدا، وصفة سهلة ولذيذة وطعمها كمان في منتهى الجمال. تعالوا كمان نعمل واحدة. خدت كده قطعة الناجتس ونزلت بيها في طبق الدقيق، بعدين في طبق البيض واللبن، وبعدين في طبق الكريسبي. ممكن كمان لو حابين تفرموا الكريسبي شوية ده او تنعموه شوية، ممكن كده في المطحنة بتاعة الخلاط وتنعموا الكريسبي شوية. خلاص خلصت الكمية بتاعتي. عندي بقى طاسة على النار فيها زيت، طبعا درجة حرارة الزيت هتكون متوسطة عشان الناجتس بتاعنا ما ينزلش في الزيت ويتحرق على طول. هبدأ كده انزل بالناجتس بتاعنا، واول ما ياخد اللون الذهبي هننقله على الناحية التانية لحد ما نوصل للون الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. خلصت الكمية بقى اللي انا عايزاها وحمرتها كده بالشكل ده، وطلعت معانا في منتهى الجمال. بجد يا جماعة مش قادرة اقول لكم ريحته كانت قلب البيت قد ايه. شايفين الجمال؟ هش من جوه كده ومقرمش من بره، وطعمه كان خطير. بجد هيعجب ولادك جدا لما ياخدوه معاهم المدرسة، وهيقولوا لك اعمليه لنا كل يوم. وبجد يا جماعة هيرمي معاكم كمية كبيرة جدا، هتعمليه لولادك في اللانش بوكس وهتريحي دماغك فترة كبيرة. شايفين بقى من جوه عامل ازاي؟ حلو جدا في منتهى الجمال. ممكن بقى كمان لو عايزين تحفظوه احفظوه في علب في الفريزر، وهيقعد معاكي فتره كبيره. هتطلعي منه بقى الكميه اللي انت عايزاها تحمريها، وترجعي تاني العلبه. بس قبل ما تبداي بقى تحمريه طلعيه من الفريزر قبليها بحوالي ربع ساعه. شايفين انا هنا جبت علبه تلاجة وبدات كده احط الناجتس في علبه التلاجة، وبين كل بقى طبقه هحط كده كيس علشان ما يلزقش في بعضه كده لما نيجي نطلعه. شايفين؟ حلو جدا. يلا جربوه، وما تنسوش لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير.